استني انا هقنعك في الفيديو ده، والفيديو ده برضو من بنت البنت. لو انتي قاعده مستنيه دلوقتي مكالمه معينه، لو انتي قاعده عماله تقولي هو ما اتصلش ليه او ما اتكلمش ليه، لو انتي عماله تدي في مبررات علشان بس تطمني نفسك او تحسسي نفسك ان لا مفيش حاجه غلط، لا فهو في حاجه غلط. كنت قريت من فترة ان زمان وقت الحرب كانوا الجنود بيكتبوا جوابات وقت الحرب، زمان ماشي، كانوا بيكتبوا جوابات لحبيبتهم، لمراتاتهم، whoever بقى مين اللي في حياتهم، يعني كان بيكتب جواب ويستنى الجواب ده يوصل علشان هو عايز يقول لها قد ايه وحشاه. كان في وسط الحرب، تمام؟ شوفي كام قصة الراجل ضحى فيها علشان بس يوصل للبنت اللي هو حابب ان هو يكمل معاها حياته. مفيش حاجة في الكون هتمنعه انه يرد المسج متأخر، مفيش حاجة هتمنعه ان يتكلم في التليفون، مفيش حاجة هتمنعه ان هو لو عايز يوصلك فهيوصلك. رده المتأخر ده أكبر دليل على إنه ما بيحبكيش ومش في دماغه وانتي مش أولوية أصلا. فروحي شوفي حياتك، روحي شوفي انتي بتعملي ايه في حياتك، روحي اعملي لك قيمة علشان لما حد يجي بعد كده يبقى عارف ان قيمتك عالية قوي، مش واحدة رهن مكالمة تليفون جاية او مسج هيترد عليها ولا لأ. محدش بيحب حد وبيعلق المسج بتاعته بالكام يوم وبعد كده يرجع يقوله معلش انا كنت مشغول.